اللي يسألني عن سالفة وليد الشمري الكويتي المخطوف بسوريا باختصار شديد، يعني ما اقدر اخوض بكل التفاصيل، بس شيء بسيط منها. اللي خاطفه رجال كان يبيع ويشتري معه بالسيارات، يعرفه عن طريق النت، هذه معرفته وياه. جاه زيارة واخطفه الرجال هذا بحلب. عقب ما اخطفه ارسل مقطع لاهله وانه يطلبون فلوس ودية وكذا وكذا، فصار تنسيق امني كويتي سوري عشان يحافظون على سلامة المخطوف. ثبتوا مكانهم وكذي، وقالوا للاهالي ادفعوا الدية. عقب ما اندفعت الدية اطلقوا سراح وليد، قطوه بنص البر، قالوا لا دقها مشي. وصل عند الشرطة وليد، أشر بالشارع، والمهم وصل. أول ما وصل ودروا الشرطة أنه وصل، راحوا ضبطوا الشخص. الشخص كان بيروح تركيا، يعني مشي تهريب أو المهم بيطلع من سوريا. فضبطوهم، مو واحد، هو يعرف واحد، والواحد هو اللي خاطفه وهو اللي بايع وشاري فيه، وياه 3 غيره. حجزوهم كلهم ومسكوهم كلهم، والحمد لله على سلامتك يا وليد. والله لا يعود هالامور ان شاء الله. بس هذه باختصار يعني سالفته. في امور ثانيه والله ما اقدر، يعني ما اسولف فيها. السلام عليكم.